صباح، شو رأيك بالقول اللي بيقول اتقي شر من أحسنت إليه؟ هو مضبوط هيك. نعم. بس الإنسان اتقي شر من أحسنت إليه، يعني الواحد ما يتطلع إنه واحد إذا عملت معه منيح طلع وحش، شو عليه؟ نعم. هاي الدنيا. يعني بهالبساطة أنت بتحكيها. وهل يوم شعرتي بالندم مثلا تجاه يمكن موقف عائلي أو عاطفي أو عملي يعني؟ بحقيقتي ندمت كثير على مواقف الشخصية. نعم. كلها ندم، بس هلا شفت ليش بدي اندم. يعني ندمتي انه مثلا ساعدتي ناس وما طلعوا ولا وافتكروا حالهم هن صباح وانا خلص، مع انه الواحد بده يجاهد كثير ليصير بالقمه. يعني طبعا الفنان يعني ليوصل بده يمرق بتجارب. في ناس بس يعملوا عمل يا حرام خلص يضربوا الغرور وبينتهوا. نعم. طب وامتى بتقولي للصبر حدود؟ انا بمواقفك الحقيقه يعني عندي صبر كثير. نعم. الله ناعم علي بهالقصه هاي، وما بعرف امتى بقول، بعد ما عندي فكره. نعم. طب وهل بتآمني بشعار او بقول من جد وجد؟ اضحك تضحك لك الدنيا، هيدا شعار صباح. ليش؟ هل الضحكه هي غذاء للروح بالنسبه لك؟ معلوم معلوم. احلى شيء الضحك، لانه الدنيا ما بتستاهل، فيها كثير مشاكل. اذا ما عودنا حالنا على السعاده وعلى الضحك وعلى الاراده وعلى الصبر ما فينا نعيش. طب كيف ممكن الانسان مثلا يتغلب على المواقف الصعبه من تجربتك اللي بيمرق فيها ويبرمها لمواقف مضحكه يمكن، او يعني يعالجها بالضحك؟ بدها شيء خاص جواته. صدقيني بفوت بصلي وبدعي لله انه يمرقني من هالمشكله وبيمرقني. نعم. صباح، حضرتك زرتي بلدان كثير، وين احلى بلد بتحبي تعيشي فيه وترتاحي فيه؟ انا اذا بدي يعني رترات، يعني خلاص معود اعمل فن ولا شيء، امريكا. امريكا؟ ليش امريكا؟ امريكا بتشبه لبنان كثير، بعدين اولادي هونيك. تفضلي ترجعي تروحي. شو علاقتك باولادك؟ خبرينا شوي. هلا هويدا بتشبه صباح بنظرك؟ انا يعني فيها كثير مني معلوم، ومهضومه ولذيذه وبتحبني كثير، وانا حبيبه امها حبيبتي هي. نعم. هويدا. وابني بيشبهني اكثر. ابنك؟ ايه، كاركتير بضل يضحك وذكي ومرتب اموره. نعم. ابني بجنن، واولاده هودي نعمه لإلي كمان. نعم. وشو الامومه بالنسبه لصباح؟ والله الامومه اجمل شيء بهالدنيا، استمراريه للانسان. ست صباح، حصلتي على العدد كبير من جوائز التكريم محليا وعربيا وعالميا، مين اللي كنت بتتمني انه يكرمك وما حصل؟ لا ما حدا، كلهم كرموني. مصر اعطوني جنسيه. نعم. الاردن 4 اوسمه جنسيه. نعم. بداكر بالسنغال اعطاني سنغور وسام. يعني الحمد لله عندي الوسام اللبناني يعني ايام شمعون، الحمد لله. اكثر من شو بدي، انما الجوائز ما عندي مطرح حطهم. نعم. حطيت من اوضه لوحدهم تحت بالبنايه. نعم. حتى بالكويت لما رحت الله يعطيهم الصحه اعطوني جوائز ما قدرت اجيبها، ما في احملها. نعم. خليتها هونيك عند ناس اصحاب. يعني يمكن اكبر تكريم للفنان هو حب الجمهور معلوم الكبير له. احكي لي اكثر عن التكريم يلي اقامته لجنه لتكريم الفنان العمالقه. نعم، العمالقه. الحقيقه عملوا لي ليله بتاخذ الناس واقفين اكثر من القاعدين، وشفت محبه هجموا علي بطريقه يعني ما شفتها، وتكريم كان كثير كثير له مستوى مهم من حد البيت لحد ما وصلت.
أحلى شيء سمعتيه عنك؟ يعني الناس دائما بتمدحك وبتعطيكي صفات طبعا بتستحقيها. والله ياما قالوا عني، واحد قال لي أنت عايفية الوطن، عجبتني هالكلمة. نقولها فتوش نعم. كان وزير سابقا، قال لي أنت عايفية الوطن. نعم. وغير وسيدة سيدات بالكويت كتبوا يعني أكثر ما أرسل. أهلا وسهلا فيك. الله يوفقكم. يعني قريبا عم بتفكروا تباشروا بهالمشروع. يعني ست صباح، بنهاية هالحديث أنا بدي أعبر عن شعوري الخاص تجاهك، إنه أنا كثير كثير تشرفت إنه قاعدة أمامك، وطبعا بتمنى لك العمر الطويل والعطاء والازدهار الدائم. أنا بتمنى لك كمان النجاح، أنت عندك النجاح بوجهك. تسلمي صباح، تسلمي. لكن نحن إن شاء الله نرجع قريبا، نتمنى إنه نستضيفك ونشوف الأعمال اللي عم بتحضريها وتكون مكللة بالنجاح مثل ما بيقولوا. الله يوفقكم. عشرة عمر عشنا سوا وكنتي بقلبي مثل اختي ومثل بنتي. هلا بتصدقني يا مثل بنتي. مهضومة مثل فوزي عطوة. يا ما ويا ما ناس جننتي، يا مجنني القاصي معداني، فنك وصوتك أرض لبناني. أنا ما بس بقدر أقول لكم أهلا وسهلا فيكم وأهلا بأهل ضيعتي، وأنا بحبكم أكثر ما بتحبوني. وبعدين ما فضل لي محبة بهالدنيا غيركم انتم. هيدا مضبوط. يا لبناني ذوم عزك، كل الشعب ببلادك عزك القرآن دينك والمسيح، غير الله ما بيقدر يهزاك. يابا 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 يجيب المجوز يا عبو ورقص من عيون السوق، وجيب المجوز يا عبو ورقص من عيون السوق، وخلي الشحر ورصب وهتغني هب البارود يا عبو، وخلي الشحر ورصب وهتغني وهب البارود. أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكونوا استمتعتوا معي مثل ما أنا استمتعت بالست صباح، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.